الصيف ابتدى ولازم كل يوم في الصيف بناكل ايس كريم. مين فينا ما بيحبش الايس كريم؟ كلنا بنحبه. النهارده هنعمل بقى 5 أطعم من الايس كريم، فاكهة طبيعية، وكمان هنعمل الايس كريم اللي بنشتريه من بره بالظبط. مش عايزة اقول لكم ان ده اطعم واحلى كمان من اللي بنشتريه من بره. هنعمله بمكونات في بيوتنا كلها سهلة قوي ولذيذ جدا جدا، وكمان غني كده وقوامه حلو وطعمه حلو. هيعجبكم جدا جدا لما تجربوه. هنعمله بكذا طعم، وهقولك كمان ازاي تطلعيه زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، وكل المكونات موجودة عندنا. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. اول نوع هنعمله هو ايس كريم الفراولة. معايا بقى حوالي 500 جرام من الفراولة المجمدة، وكوباية الا ربع من الكريم شانتيه. انا بجيبه كريم شانتيه محلى، يعني فيه نسبة سكر، وبحط عليهم حوالي ربع كوباية من السكر. بس السكر طبعا حسب الرغبة، في ناس بيحبوه مسكر قوي، وفي بيحبوا السكر وسط، فده يرجع لكم. ومعايا هنا حوالي 3 معالق بس من المية علشان يجروا الكبة بتاعتي. انا بطلع الفراولة بس من الفريزر تفك حوالي 5 دقايق مش اكتر، علشان يبقى سهلة الضرب في الكبة بتاعتي. لو في هاند بلندر هيبقى حلو قوي قوي برضو وهينفع معانا. حطيت بقى المكونات كلها على بعضها في الكبة، وشغلت الكبة على اعلى سرعة بحيث تعمل لي ميكس كده رهيب من الايس كريم. وطبعا لو في سكر بودر بدل السكر الحبيبات ده هيبقى افضل بكتير قوي. انا اللي عندي استخدمته كان سكر حبيبات وما قالش لا. وانا بضرب برضو الايس كريم كده بدوقه اشوفه محتاج سكر ولا لا، لو محتاج ازود، لو مش محتاج خلاص. وطبعا لو عاوزة اللون يبقى احمر قوي، تخلي اللون غني كده، ممكن تضيف فيه نقطتين من لون الطعام الاحمر. لون الطعام الصحي هيفرق في اللون جدا جدا. خلصت ضرب الكمية بتاعتي كلها، بيوريه كده وناعمة وطعمها حلو قوي قوي قوي، لذيذة جدا جدا. خلصتها واحطها في الفريزر مش اقل من 4 ساعات تجمد معايا، وبألف هنا وشفا. ويلا بينا مع بعض نشوف الطعم التاني اللي هنعمله النهارده. تاني نوع معانا اللي كلنا بنعشقه هو ايس كريم المانجا. كان معايا مانجايه كده في الفريزر، ما كانتش مسكره، يعني مش هتتاكل هي، يا اما هتتعمل عصير يا اما هتتعمل ايس كريم. فطلعتها كده قطعتها وهي لسه مجمده، وحطيتها في الكبة، وحطيت عليها حوالي كوباية إلا ربع من الكريمة. وهنا زودت السكر شوية لأن المانجا ما كانتش مسكرة خالص، فحطيت حوالي كوباية إلا ربع من السكر. وطبعا السكر برضو حسب الرغبة. حطيت كل المكونات على بعض في الكبة بتاعتي وشغلتها. وهنا بقى حطيت لون طعام كده اورنج من عند العطار، لون طعام صحي بيخلي لونها كده زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. حطيت بس مسح، يعني نقطتين على طرف المعلقة، مش كتير. انا محتاجة اللون بس يبقى ظاهر شوية. لو طبعا مش متوفر لون الطعام فالمانجا مش محتاجة صراحة. وبرضو حطيتها في الفريزر. نيجي بقى لتالت نوع معانا النهاردة، ده هنستخدم فيه الكريم شانتيه والسكر، ومعايا كوباية من المية المتلجة فيها قطعة من التلج كده، وبالمضرب بتاعنا هنعمل أحلى كريمة. ودي هتبقى أساس لكذا نوع من الآيس كريم اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. احنا عملنا مع بعض الفاكهة الطبيعية، عملنا المانجا وعملنا الفراولة، ايس كريم بالفواكه الطبيعيه. دلوقتي هنعمل الايس كريم اللي بالاطعم. هيبقى اساسي فيه الكريم شانتيه زي ما انا بعمل كده. حطيت كوبايه من الكريمه وعليها نص كوبايه من السكر، ومعايا يعني حوالي ربع كوبايه من الميه المتلجه. بحط حسب ما انا شايفه الكريمه قدامي. الكريمه تقيله بخففها بالميه، الكريمه كويسه معايا خلاص، وببدا اضرب بالمضرب. ده اول نوع هنعمله مع بعض، الايس كريم الشوكولاته. حطيت حوالي 4 معالق من الكاكاو المحلى الخام. هو يا اما بتشتريه من عند العطار كده سايب، يا اما بنجيب بقى كيس العبوه اللي هي بتاعه دريم دي. في كذا نوع بيتباع كاكاو محلى، مش بتاع الكيكه، لا ده اللي بنشربه كاكاو اللي بيتشرب، بيبقى لونه فاتح شويه كده. وحطيت كمان معلقه شوكولاته سبريد فوقيها علشان تخلي الطعم حلو والقوام حلو كده. لو مش موجوده ممكن نستغنى عنها، مفيش مشكله. خلصت ضرب طبعا بالمضرب، وحطيته في البوله بتاعتي، وهيروح على الفريزر مع اخواته.
نيجي بقى الرابع نوع معانا النهارده من الايس كريم، برضو هيبقى الاساس بتاعه الكريم شانتيه. حطيت كوبايه من الكريمه وعليها ربع كوبايه من الميه، وبرضو حوالي ربع كوبايه من السكر حسب الرغبه. وخدي بالك ان الكريمه بتبقى عليها سكر، يعني في كريم شانتيه بيبقى عليه سكر، وفي انواع مش بيبقى عليها سكر، فلو هي عليها سكر خدي بالك علشان السكر ما يزيدش في الوصفه معاكي. برضو ضربته لحد ما قوام الكريمة اتماسك معايا وبقى كويس قوي قوي. وبعد كده بقى ده النوع الرابع معانا ايس كريم الفانيليا، ده اللي خطير. حطيت بس نقطتين من الفانيليا السايلة، واساسي الفانيليا السايلة غير الفانيليا الباكتس خالص. الفانيليا السايلة بتديله ريحة حلوة وطعم حلو قوي قوي، مجرد نقطتين بس على الكمية بتاعتك. وضربت ضربتين كمان، وبعد كده حطيتها في البولة بتاعتي وعلى الفريزر. وعايزة اقولك ان ده ألذ ايس كريم فيهم. يعني انا بعشق الايس كريم الفانيليا، ريحته وقوامه حلو قوي قوي وطعمه غني كده. خلصنا الاربع اطعم اللي احنا عملناهم مع بعض النهارده، المانجا والفراولة بالفواكه الطبيعية، وعملنا كمان الايس كريم الفانيليا وايس كريم الشوكولاتة اللي كلنا بنعشقهم. انا بعد ما طلعتهم من الفريزر ادي الاربع انواع. والنوع الخامس ايس كريم التوت هنزله في فيديو لوحده باذن الله، علشان الفيديو ده ما يطولش عليكم اكتر من كده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تفعيل زر اللايك والاشتراك تحت الفيديو علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. طلعت بقى الايس كريم من الفريزر، بجد ايه الجمال واللذاذه والطعامه دي، خطير 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 بجد، يستاهل فعلا انت تقومي تجربيه دلوقتي. مكوناته مش كتيره خالص، في اوبشنز كتير انت تعملي كذا طعم وكذا نوع. البسكوتات دي بتتباع في اي محل بيبيع ايس كريم، بتتباع رخيصه جدا جدا. جيبيها بقى وروقي على اولادك كده. طعمها حلو، كذا نوع وكذا شكل. وباذن الله الفيديو الجاي اعمل لكم ايس كريم التوت، واعمل لكم ايس كريم البلح اللذيذ المغذي قوي اللي هيعجبكم جدا جدا جدا. ده ايس كريم المانجا، انا طلعتها من الفريزر من حوالي 5 دقايق بس، علشان اقدر اطلع منها كده بالمعلقه وما تبقاش مجمده قوي. انما الايس كريم اللي معمول الاساس بتاعه الكريمه، حتى وهو مجمد جدا بيبقى سهل قوي ان انت تقطعي منه كده وتطلعي منه بالمعلقه، بيبقى سهل قوي. انما الفواكه بيبقى مجمد شويه، لانه طبعا بيبقى الفاكهه بتبقى غير الكريمه خالص. بس يستاهلوا فعلا انك تجربيهم. جربوا كل الأطعم دي وروقوا على نفسكم كده في الصيف. كل المكونات اللي قلناها النهارده هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. وما تنسونوش بدعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.